الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده صينيه بطاطس بالفراخ من غير اي افتكاسات، وسهله خالص، طعمها تجيب اخر الشارع. قول على طول بسم الله في الوصفه. طبعا الكميه تقديريه. انا متبله الفراخ قبلها بليله ببصل وليمون وملح وفلفل وكزبره ورشه جوز الطيب ورشه حبهان، دي عشان تطعم الفراخ وميبقاش فيها اي نكهه مش مستحبه. تاني خطوة، مجهزة كمية من الطماطم والفلفل والبصل، وعاملة هي نفس الخضار، بس قسمة الكمية اتنين. ديت اللي انا هفرشها في الصينية بتاعت البطاطس اللي هتدخل الفرن. هرش بس كده رشة جوز الطيب ورشة فلفل اسود، وهظبط الملح بتاعي حسب الرغبة. هقلب كل المكونات عندي مع بعض واركنها على جنب. نفس بقى الخضر اللي انا قلتلكوا عليه، بصل وطماطم وفلفل، سواء اخضر واحمر، علشان لو الطماطم عندي لونها مخضر شويه تعوض لي مكان الصلصه. زودت عليها بس فصين توم مفرومين، اضربهم هنا في الكبه. ده شكل الخليط بعد ما اتطحن. في طاسه على النار فيها معلقه سمنه على زبده او زيت، وحاطه فيهم فصين مستكه. هنزل بس كده بالفراخ تاخد صدمه عندي من الجنبين، وهنزل ببقية التتبيلة علشان تطعم لي الصوص بتاع البطاطس. الفراخ خدت الصدمة والبصل كمان اتكرمل وبقى طعمه تحفة. هنزل كده بصوص الطماطم اللي احنا ضربناه مع بعض. خففت الصوص بشوية مية، هحط بس رشة سكر علشان اعادل نسبة الحموضة بتاعة الطماطم، وتاخد غلوة واحدة بس قبل ما احطها على الصينية بتاعة البطاطس اللي هندخلها الفرن. خدت الغلوة التانية وضفيت عليها ورصيت البطاطس في الصينية. ابتدي كده احط الفراخ، بسم الله. ابتدي افضي بقية الصوص. انا مشغلة الفرن عندي من قبل كده علشان تبقى حامية. عايزة اقول لكم ريحتها بجد تحفة، تتاكل نية. هغطيها كده بورق زبدة على ألمونيوم وادخلها الفرن من مدة ساعة لساعة ونص حسب كل واحدة والفرن بتاعتها. وبعد مرور مثلا 3/4 الوقت كده هشيل الورقة علشان خاطر تاخد بس لون من فوق، اللي هو التحميشة بتاعت تحت الشواية. لا بعد ما استوى عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد جايب اخر العمر. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش فعلا جرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.